الخلاصة نيوز. مرحبا بكم. كشف الناخب الوطني وليد الركراكي المدرب الأول للمنتخب المغربي لكرة القدم عن القائمة الرسمية التي سيتم استدعاؤها للمعسكر الإعدادي المقبل في فترة التوقف الدولي، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الغابون وليسوتو ضمن تصفيات كأس إفريقيا ل 2025 والتي ستنظم بالمغرب. وما يميز هذه القائمة فقد تم استدعاء آدم أزنو الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ الألماني، وكذلك زكريا الواحدي الظهير الأيمن لنادي جينك البلجيكي، والذي تألق بشكل لافت وجذب الأنظار خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة. كما تم توجيه الدعوة إلى المدافع المخضرم يونس عبد الحميد، وذلك قصد تعويض غياب شادي رياضي مدافع كريستال بالاس بحكم الإصابة. كما شملت القائمة عودة عبد الصمد الزلزولي الذي اكتفى خلال التواريخ الماضية بالمشاركة مع المنتخب المغربي فقط، وذلك لتراجع مستواه وعطاءاته مقارنة مع ما قدمه في بداياته مع المنتخب المغربي. إلا أن الملاحظ أن وليد الركراكي استبعد مجددا غانم سايس من القائمة نظرا لوضعيته غير الثابتة رفقة نادي السد القطري، وكذلك يحيى عطية الله مدافع الأهلي المصري. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني المغربي مباراتيه أمام الغابون وليسوتو على أرضية ملعب أكادير الكبير يوم 6 و9 من شتنبر المقبل على التوالي. ومن خلال هاتان المباراتان يسعى الناخب المغربي وليد الركراكي من خلق جو من الانسجام وتشكيلة متناغمة تشكل منتخبا قادرا على الظفر بالنسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية كان 2025، علما أن المغرب لم يستطع الحصول على هذا الكأس منذ سنين طوال رغم غياب أجيال وحضور أجيال، إلا أنه لم يستطع أن يكسر هذه العقدة ويحصل على هذا الكأس الإفريقي. وعلى هذا الأساس أمام الناخب المغربي وليد الركراكي مهمة صعبة، لأن مستقبله مع المنتخب الوطني سيكون على المحك، ولا خيار له سوى الظفر بهذا الكأس ليكون فعلا حقق إنجازا تاريخيا في مسيرته التدريبية، إضافة إلى ما حققه مع المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر والذي خلف أصداء طيبة. وإليكم الآن قائمة اللاعبين حسب الترتيب. بالنسبة لحراس المرمى هناك ياسين بونو ومنير المحمدي والمهدي بن عيد. أما في الدفاع أشرف حكيمي نصير مزراوي عبد الكبير عبقار يونس عبد الحميد
أشرف داري. نايف أكرد. زكريا الواحدي. محمد الشيبي. آدم أزنو. أما في الوسط سفيان مرابط. أمين ريتشاردسون. بلال الخنوس. إبراهيم دياز. أسامة ترغالين. وعز الدين أناحي. أما بالنسبة للهجوم هناك حكيم زياش، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، يوسف نصيري، إلياس بن صغير، عبد الصمد الزلزولي، إلياس أخماش، وأمين عدلي. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، ونتمنى له حظوظا موفقة للحصول على كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.